سلايس اوف لايف رانت نمبر 4، الخروج عن الموضوع في نقاشاتنا. دي حاجه بتتكرر كتير قوي، كانت موجوده على السوشيال ميديا، بقت في حياتنا اليوميه. وخلينا ناخد انواع الاشخاص اللي بتعمل كده حاجه حاجه. اول نوع بيبقى الشخص اللي هو بيقيس المعلومه او بيقيس الموضوع على حسب مين اللي بيقوله. فمثلا تعالوا ناخدها مثال سياسي. لو هو عارف ان اللي بيتكلم في الموضوع او بينقل الخبر له ميول معينة، فبتلاقيه بيقوم داخل الرد بتاعه بيبقى ايه؟ ما انت عايزها تقع، ربنا ما هينولها لك. طيب انت دورت في الموضوع يا عم؟ ادور ايه؟ ما انا عارف ميوله وعارف نيته. طيب سيبك منه، خش سيرش، شوف المشكلة دي موجودة ولا لا، شوف المشكلة دي وارد ان هي تحصل ولا لا. فده اول نوع، هو بيقيسها على حسب مين اللي بيقول له ايه. فمثلا لو نقاش ديني، الراجل ده مثلا انت عارف عنه انه متزمت ومتشدد، مش هدور في القرآن، مش هدور في الأحاديث، لا، ما دام ده اللي بيقولها يبقى غلط. فبالتالي النقاش مش بيبقى طب ممكن تقول لي استنادا ايه، ممكن تشرح لي، بيبقى حسبي والله نعم الوكيل فيكم في الفكر اللي عايزين تدخلوه، حسبي والله نعم الوكيل انتوا عايزين تخلونا كلنا تكفرونا. بعدنا عن الموضوع. الحاجة التانية بيبقى نوعية الشخص ده انه عنده معتقدات معينة هو مش عايز يغيرها، او خايف انك تلعب في دماغه ان هو يغيرها، فبيبقى متمسك بيها وللاسف عن جهل. فتلاقيه مثلا انا مقتنع ان، ناخد مثلا مثال مثلا التاتو، انا مقتنع ان التاتو حلال، وان لو طلعت طبقه في الجلد معرفش ايه بتاع. فانت ممكن تخش تجيب له اسنادات من القران او اسنادات من الاحاديث او هتلاقي الرد بتاعه ماشي. يعني انت بقى خلاص انت كفرتني وانا هخش حبيبي ايه ده انا بكلمك في التوبيك المعينه. يعني ربنا هيسيب كل الظلم والفساد اللي موجود وهيبقى مركز ان انا رسمت حاجه على دراعي؟ عارف انت الردود المحنكه دي؟ ما تدخلنيش في قضيه عدل وظلم وتوازنات كونيه. قول انا حابب شكلي بالتاتو يبقى شكلي حلو، انا عايز اعمله بس، ما تدخلنيش في حاجات تانية. النوع الثالث ده بيبقى الشخص اللي هو مش عايز بقى يتقبل حاجه من حد. فده بقى بتلاقيه بقى سألك بقى حاجه غريبه قوي. ده بتلاقيه ايه؟ ده اللي بتلاقيه ممكن هيخش عندي دلوقتي يعمل كومنت. ايوه ستوب ثانيه واحده بس، هو انت مين بقى؟ انا دخلت لقيت عندك 10 فولور وفيديوهاتك اخرها بيشوفها 400 واحد، انت مين بقى عشان تعمل لي فيديو اتعلم اتناقش ازاي؟ فده بقى ده هو مستكبر اساسا يسمع حاجه من حد. ده اللي هو ايه؟ بيبقى ماشي شكل للبيع. فهو لا عايز يشوف انا بقول ايه ولا عايز يسمع انا بقول ايه. طب انا قلت مثلا في الفيديو لفظ خادش ضايقك؟ طب انت شفت مني حاجات قبل كده عارف ان ده عنده اجنده وميول؟ لا انا ما اعرفش انت مين اصلا. عارف هو داخل يقصف جبهه عشان انا طلع مش عارفني، ده احرجني. ده بيبقى مش مهتم اصلا يسمع